واش إلا حرمت راسي نقدر نجمع الفلوس؟ من قال هذا؟ أنا لا أريد أن تحرم نفسك، أنا ضد 6 الحوايج ومع حاجة واحدة نقولهم لك. قول. 3 على اليمين و3 على اليسار. أنا مع القوام. بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قرآن. ولكن منين كتجي تشوف اش كاين حدا القوام على اليمين اش كتلقى؟ كتلقى التبذير ثم الإسراف ثم التبذير ثم السفه ثم الإسراف ثم الفساد المطلق. وفي الجهة الأخرى اش كتلقى؟ البخل والشح والقتر والفساد المطلق. حنا في القوام. إذن أنا راني ضد البخل، ما كنحملش أنا البيوت التي تتقشف عن ضرورية لا، من قال ذلك؟ أنا عندي رزق يجب أن أنفقه، ولكن في إطار الوسطية والاعتدال والقوام، لا ضر ولا ضرار ولا إفراط ولا تفريط. هذا هو المدبر الجيد. ما نوليش عاوتاني أسقط من البخل نحو الشح نحو القطر والعياذ بالله، وهذا مبغوض. وعاوتاني ما خصنيش نسقط في التبذير إلى السفه إلى الإسراف إلى الفساد المطلق. عاوتاني من الجهة الأخرى حتى كنوليو في سخرية، كنوليو في مسخرة، يعني كيولي الإنسان ضحكة وسط عباد الله. علينا أن نلتزم بالعدل وبالوسطية وبالاعتدال وبالقوام.